في مهمة صعبة قصاد الجونة، الزمالك يسعى للحفاظ على الصدارة قبل ماتش القمة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل ما نخش في التشكيل والكلام على الجونة، فأنا مش عاجبني اللي بيحصل يا غالي. كل الكلام على ماتش الأهلي، كل التركيز على مين هيغيب ومين هيلحق. طب والجونة والثلاث نقط المهمين ايه اخبارهم؟ عدينا احنا الجونة خلاص؟ لو كسبنا وعدينا حد يقول لي. طب لو الماتش مضمون حد يفهمني. الغلط محتاج يتكرر كام مرة علشان الناس تتعلم؟ كام مرة عملنا الغلطة دي؟ هنتعلم في المرة الكام؟ طيب بزيرة خد انذار علشان ماتش الاهلي. طب والجونة؟ مين الجناح في ماتش الجونة؟ عارف انك هتقولي لو كنا سيبناها للحكام كانوا لبسوه انذار وما لعبش ماتش الاهلي وهو من اهم لاعيبه الفرقه عندنا. هقولك ماشي، انا معاك مش معترض والله، ما هي منظومه وسخه وكلنا عارفين. لكن هل وجود بزيرة معانا ماتش الاهلي ضمن لينا المكسب؟ اكيد لا. طب هل عدم وجوده صعب علينا ماتش الجونه اللي هو اصلا صعب؟ اكيد. طب انا استفدت ايه غير اني صعبت ماتش الجونه عليا؟ لا وكمان يقولك نريح حسام عبد المجيد عشان الانذار وعلشان ما يغيبش ماتش الاهلي. يا عم ماتش الاهلي لسه ما جاش وفي ماتش تاني قبليه. نريح الفرقه كلها علشان ماتش الاهلي؟ هو ده اللي انتوا عايزينه؟ قديم قوي الشغل ده وبلدي فشخ يا جدعان. وبعدين عمرها ما ظبطت معانا. بنعمل في نفسنا كده ليه؟ بنبص على ماتش وفي قبليه ماتش ليه؟ ما ده ب3 نقط وده كمان ب3. نكسب الجونه الاول وبعدين نبقى نشوف الحمر. والله ماتش صعب وربنا يستر منه ومن فصول الزمالك البايخه اللي الواحد حافظها. ماتش الاسماعيلي كان مليان ايجابيات، الانسجام بيزيد، الفرص اللي بنصنعها بتزيد، افكار فيريرا بتتطبق بشكل افضل، افكار جديده بتخش بس لسه ما استوتش، الضربات الثابته فيها فكره بنحاول نطبقها لكن لسه ما ظبطتش. دونجا مكمل في الاداء الرايق، اسماعيل هو كمان على الرايق وزود جوده الخروج بالكوره وسهل علينا فك الضغط. الدباغ بيسجل وان شاء الله يجيب مستوى ونلاقيه انفجر في وش محمد الشناوي. حمدي ابتدى يخش، واضح ان الراجل مقتنع بيه. ماتش الزمالك عمله على الرايق وبالعقل، لكن في سلبية واحدة وهي انهاء الفرص. رحت واتحركت ولعبت ووصلت، يبقى تسجل يا غالي. عيب فريق عايز ينافس يضيع فرصة و2 و3، لان هي دي النقطة اللي هتحولنا من فريق كويس او فريق قادر انه ينافس لفريق كبير قادر يكسب اي حد ويعاقب اللي يغلط قدامه. تخليص الفرص لازم نشتغل عليه لو عايزين نكمل وننافس. في فرق لازم الفرصة اللي تيجي تخلصها، زي الجونة اللي هنلعبها الماتش الجاي. فريق هيرص ال11 في ال18 فلازم ترزعه هدف علشان يخرج من نص ملعبه وساعتها ننصب السيرك ونخلص على الماتش. طبعا التشكيل هيكون فيه مراجيح بسبب الإصابات أو الغيابات وربنا يستر على انسجام الفريق. فبإذن الله نبدأ بصبحي، أبو الركب الشمال وبارون يمين، حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل قلبين دفاع، دونجا والسعيد وماهر، معالي وشيكو بنزا وقدامهم الدباغ. طبعا ده من وجهة نظري، لكن لو عمر جابر متاح يلعب، وإن كنت شايف إن ده ماتش هنهاجم فيه أغلب الوقت فحب أشوف بارون فيه. وممكن فيريرا يلعب بمصدق ناحية اليمين، خصوصا إنه بيثبت واحد من الباكات وبيقلبها 3 ورا وإحنا معانا الكورة وبيفتح عرض الملعب بالباك التاني. فمصدق على الورق هيكون يمين، لكن وإحنا معانا الكورة هيبقى مدافع ثالث ناحية اليمين. حسام جاهز يبدأ، لو مش جاهز يبقى مصدق، وكده إجباري يبقى بارون ناحية اليمين. في خط النص مفيش مشاكل الحمد لله، لكن قدام غياب ألفينا هيأثر علينا بشكل كبير، وبما إن بزيرة مش موجود يبقى إجباري وجود شيكو. ما فيهاش كلام دي يا عم فريرة، مش هنخش الماتش مكسورين الجناحين قصاد فريق احنا اللي هنهاجمه اغلب الوقت. فاستهدى بالله كده واعفى عن الواد ودخلوا الماتش. طبعا بديل بزيرة هيكون معالي، لكن ممكن فريرة يدخل شيكو ويلعب بابنه ادم كايد وناصر ماهر، وتلاقيه مغير مركز شيكو من الشمال لليمين، او يدخل كايد في النص ويودي ناصر ناحية اليمين، او يسيب كايد وماهر مكانهم ويلعب بشيكو هو اللي ناحية اليمين علشان الانسجام اللي بين ناصر وكايد يفضل موجود. كلام انا فاهمه ومقدره لكن مش موافق عليه. صدعت انت انا عارف، ما انا قايل لك تشكيل مراجيح، كل ده بسبب انذار ألفينا. كان زماننا نازلين
بنفس التشكيل والدنيا حلوة. شوف محتاج تغير مركز كام واحد، ولا هتعوض غيابه كلاعب فاجر ازاي في ماتش اصلا صعب ورخم ودفاعي. فكنت محتاج فيه الفينا يمرجح العيال ويفتح لنا الماتش. لكن هقول ايه، دماغات في النيها. هيبقى معانا على الدكة عمرو ناصر وشريف ومنسي ومعالي لو ما بدأش. اتمنى شحاتة يخش ويجهز، هنحتاجه ومهم جدا في ماتش الاهلي. ربيع بقى جاهز وجه في وقته، لان دونجا لوحده في نص الملعب. الشهيد محمود جهاد لسه لا مؤاخذة مش جاهز، ومحدش عارف عنده ايه، ومحدش عايز يقول لنا اصابته ايه. ما علينا، مش وقته، نبقى نجيله بعدين. بينا على فريق الجونة يا غالي. الجونة لعب 6 ماتشات، كسب ماتش وخسر ماتش وتعادل 4 ماتشات قصاد الغزل وزد وإنبي وبتروجيت. سجل 4 ودخل في 4. يعني من الآخر فريق هيخصينا كلنا، بيلعب كرة تزهق وتخنق، دفاع في دفاع، لا كورة ولا فكرة ولا حتى أهداف. وعلشان اختصر عليك، فريق بيدافع ومنظم وبيحاول يعمل كرات مرتدة على اللاعب الأفريقي اللي عندهم. وطبعا بيحاولوا يستغلوا الكور الثابتة. رمي التماس جابوا منها هدف في كهرباء الإسماعيلية، ماشي. جون من ركنية تتعمل عرضية في بتروجيت، ما يضرش. وفي ماتش الحرس رؤى يديهم الكورة في نص ملعب الحرس، عرضية وهدف. وزد هو اللي جاب الهدف في نفسه. ما تقدرش تقول في نمط أو فكرة بتتعمل في الهجوم. على رأي رضا عبد العال، عك وربك يفك. فريق دفاعي بحت، والمهم عنده ما يخسرش. لكن هل الدفاع ده ملوش نقط ضعف؟ عيب عليك يا غالي، اما انا جاي لك ليه؟ الجونة ورغم انه فريق دفاعي لكن عنده 3 نقط ضعف واضحين. 1 العرضيات، شوف معايا 1 2 عرضية من صابر وهدف لزد، ركنية عرضية هدف الحرس الأول، عرضية المهاجم يستلم ويتمطع ويسندها للي جاي والتاني للحرس، عرضية كمان لبتروجيت دخلها مدافع الجونة بنفسه في نفسه. سهلة وواضحة ومش محتاجة حاجة. هو بس المشكلة اننا ما بنعملش عرضيات ولعبنا اغلبه على الارض، وده يودينا للنقطة التانية والتالتة. مدافعين بيسرحوا ودايما بيتفاجئوا من اي حد يجي في ظهرهم. بمعنى لو الكرة مثلا ناحية اليمين ونقلناها بسرعة ناحية الشمال، اللي جاي هيبقى جاي لوحده ومتساب. ونقطة كمان وهي الناحية الشمال عندهم في الدرابولي. لكن المشكلة اللي هتقابلنا ان الجونة مش هيسيب مساحة لكل ده يحصل، هيرص لاعيبته وهيخنق اللي جابونا. فحل الفرق اللي زي الجونة 2 ملهمش تالت. اولهم المهارة الفردية زي اللي عندي بزيرة، عرفت ليه كان وجوده مهم. والتانية تفتح عرض الملعب علشان تبعد المدافع عن الباك، وقلبين الدفاع يبعدوا عن بعض، تعمل ساعتها عرضية. العب في المساحة اللي اتفتحت على الأطراف، حضر كرة على 18 وشوط. وهو ده اللي الزمالك محتاج يعمله بكرة بإذن الله. ولازم نسرع اللعب على قد ما نقدر، جو التحضير البطيء، ونجيب الكرة من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، يبقى مش هنسجل. سرع اللعب وارفع الريتم، ودي عرضيات وشوط من بره ال18. ركز في كل كرة ثابتة وحاول تعمل منها حاجة. والأهم الفرص اللي تيجي تخلص أمها. مش هينفع حد يجيله فرصة ويتمرقع فيها. الفرق اللي زي دي حلها دايما جون، والجون بيجيب التاني والتالت. ماتش في الأصل صعب، واحنا صعبناه على نفسنا بتركيزنا مع ماتش الأهلي. ومين يريح ومين يقعد، وكأن الماتش ده مضمون خلاص. نركز، نسترجل، نخلص ال3 نقط، وإن شاء الله اللي جاي يكون خير يا غالي.